أن محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العراقي. شكرا لكم على ما أمتعتمونا به من محاضرات ومداخلات رائعة أغنت المؤتمر بلا شك، ولكن لي ملاحظات أرجو أن تسمح لي وقتا أن أبديها، لأن هذه المرة الوحيدة التي أطلب فيها المداخلة في كل جلساتنا. الأولى تتصل بالدكتورة إسراء أنها تستعمل مصطلح اللغة الفصحى لفصحانا، هذه التي نعيشها الآن، وهو غير دقيق. الفصحى مبنية على التفضيل، عندما كانت هناك فصحيات وهذه فصحاهن، أما الآن ففصيحة واحدة، فالصحيح أن نقول فصيحة. أما أخي الدكتور الطيب فعلى غنى ورقته البحثية. طبعا من العلامات ما هو حروف تكون جزءا من الكلمة وليست حركات فوق الحرف، فتكون في بناء الكلمة عندما يتلقاها الذكاء الاصطناعي أو الحاسوب. فهل هناك أثر فرقي بين الحركة الضمة والفتحة والكسرة وبين الواو والياء والألف من حيث أنها علامات إعرابية نحوية؟ ثم أنك تعلم بلا شك أن المبتدأ في العربية يأتي كثيرا جدا نكرة لمسوغات ذكرتها كتب النحو طويلة عريضة، أهمها مسوغ أن يوصف رجل طويل في الدار، مبتدأ بلا شك لأنه وصف مع أنه نكرة، أو أن يتأخر في الدار رجل مبتدأ بلا شك لأنه مؤخر. ومثله كثير جدا جدا يملأ النصوص والتراث كله. فيعني تفريقك أو جعلك لعلامة التنكير هي المخصصة للخبر ليست مطلقة، فقد يلتبس الأمر مع مبتدأ نكرة جاز له أن يكون نكرة في الاستعمال العربي. يبقى أين الفونيم غير المكتوب؟ لم تتعرض للفونيمات غير المكتوبة، هذه التي نصطلح عليها في الدرس اللغوي بالتنغيم، أن يخرج الأسلوب إلى غير ما وضع له. استفهام خرج إلى الإنكار، استفهام خرج إلى التوبيخ، استفهام أو نفي خرج. نقول للكسلان في يوم الامتحان أتوانيا وقد قرب الامتحان. الأسلوب استفهامي ولكنه لا ينتظر جوابا، لأنه انصرف إلى التقريع وإلى اللوم. ومثله ما ورد في القرآن: ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان يقول في الدنيا أنا العزيز الكريم، ثم ألقي في النار وقيل له ذق إنك أنت. هذا ليس إخبارا وإنما استهزاء واستخفافا بما كان يقول. كيف يتعامل معها الذكاء الاصطناعي؟ هل يدرك أن هذه الجملة ليست لما وضعت له في الصياغات؟ يبقى ملاحظاتي على الدكتور العفو دكتور نضال وسواه من كل الدراسات والبحوث التي قدمت. عدم العناية بالصحة اللغوية. أحبتي، نحن في مؤتمر احتفلنا به باكتمال معجم الدوحة العظيم، ومؤتمر يعلي شأن العربية، والعربية أول ما تشكوه منا غربتها في أهلها، وها أنا أرى هذه الغربة بالأخطاء الشائعة، بالعجمة التي ملأت الأبحاث. ما معنى إلكتروني واستراتيجي وإلى آخره، مع أن المقابل العربي شائع؟ لماذا نتمسك بما هو يعني له شائع عربي؟ الصحة اللغوية ضرورية جدا في أبحاث في ظل معجم، ثم يستعمل قواميس لا تدل على المعجمات في اللغة.
القاموس البحر، هناك لغوي سمى معجمه القاموس، أراد به معنى البحر، فلا تنتقل الكلمة إلى معنى المعجم. ثم لا تجمع معجم على معاجم، لا تجيز ذلك العربية. لا مفعل على مفاعل، مفعل مضموم الميم لا يجمع على مفاعل، مفاعل جمع مفعل مفتوح الميم، مثل اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي. مفعل معجمات. هل تعرفون مثلا آخر غير معجم مضموم الميم يجمع على مفاعل؟ شكرا دكتور عياشي على إفادتكم